بما انه كل الاسئله عندي على السناب هيك، انا ما كنت بدي اجاوب، بس خلص خليني اجاوبكم واكون صريح معكم شوي. بصراحه انا والله ما كلمت ضحى بالموضوع، يعني انه انا اروح معها على الاستقبال كنيتا واصدقاء. والله بالعكس، هي اللي كلمتني واتفقت معي، وانا كنت جاهز على الموعد وكل شيء تمام. وقبل بساعه كنت بتصل فيها ما كانت بترد. كانت مع انس والتاني يعني، وما ردوا علي حتى لهالوقت، مع انها يعني اتفقت معي وانا نطرت، كنت جاهز ولابس، مع انه ركزوا هي اللي طلبت مني مو انا اللي طلبت. وبالاخر اكتشفت انه المشاهدات والاكسبلور الهدور يعني. بصراحه سلموا لي على ضحى، والحركه ما عجبتنيش وما حبيتهاش كثير. تضايقت شوي لانه تتفق معاي وبعدين تبطل ترد علي عشان اشخاص تاني راحت معك. موضوع مش منيح. ان شاء الله بصير عندي 3 مليون 4 مليون على السناب وهيك ترجع الامور تمام، ونصير قد المقام اللي انتم كنتوا بدكم اياه. انا ما كنت ارد، بس مسجاتكم للاسف اضطريت ان انا ارد. انا حاولت اختار اكثر تعليق فيه شويه ايجابيه وارد عليه. في كثير تعليقات سلبيه ما بدي ارد عليها. لا انا ما قصدي احكي عن ضحى او شيء، لا انا من المعزه زعلان، انا ما بزعل من اي حدا، بس توضيح لكومنتاتكم. إذا هي متوترة كانت مشغولة، الواحد بنشغل ساعة ساعتين بس ما بنشغل عن موعد. أنت موعد، أنت مكلمني على موعد، أتصل فيك تبطل ترد وأنت عم بتصور وطالع ونازل. طب كان فيك تتصل علي تقول لي خلص يا أشرف أنا لقيت حدا يروح معي مثلا، عادي ما بزعل يا سيدي. أوكي انشغلت وما بدك ترد وطنشت، مع أنه أنا عارف هذا الحركة تطنيش علنا، ما بدهاش حد يفسرها، لانك انت متفق معي ومخليني البس ومخليني قاعد، وبعد ساعه تبطل ترد على الاتصال. اوكي طيب خلص طنشتني وانشغلت وكنت متوتر. من امبارح لليوم متوتر، حتى رساله اعتذار كيفك ما بعتت او معلش اعذرني، بعذر، بس من امبارح لليوم انت كمشاهد قبل ما تدافع عن حدا يا عني او عنها لا تدافع، حط حالك مكاني بعدين نتكلم. لكن انا الموضوع زي ما بحكي لكم، الموضوع صفى مشاهدات وارقام بالنسبه لي، لكن الموضوع له مواقف ومعزه واخويه وصداقه ما صار هالموقف. انا كل الحب انا بعزها لضحى وبحبها وصديقتي وما في اي خلافات، بس هذا الموضوع ازعجني كثير. واي حدا عنده حق بينزعج قبلي، اي حدا بحبني وبحبها رح ينزعج من هذا الموقف. لكن اذا ما حدا انزعج من هذا الموقف فانت منافق، ما عندك احساس صراحه. اخر مره رح ارد. ما بدنا فتنه، الله يوفقها ويوفق الجميع، بحبكم.